في تلك المواجهة المثيرة ما بين البيئة عندما انتصر عليه ب3 مقابل هدف. الكرة منقولة الآن طويلة بالراس، يا سلام يا سلام، سفيان يسجل أولا. الإمبراطور يحتفل بهذه الطريقة، يكرم الزعيم بهذه الكيفية. سفيان موفتيني يسجل أول الأهداف. الإمبراطور شعار واحد، شعار واحد في كل المباريات، حتى وإن تميز في بطولة دوري أبطال آسيا. الكرة منقولة الآن عرضية، محاولة بالراس، وفي هذا اللقاء هو يتقدم بأول الأهداف. كرة تعود الآن إلى سفيان رحيمي وانطلاقاته، رحيمي ومحاولته، لكن الكرة أيضا تتخلص. محاولة لمسة لكرة عرضية عالية، محاولة بالراس، لكن الكرة بتتخلص عليه. لعب له الكرة بالخلف، ثم تمريرة خلف المدافعين، محاولة لسفيان، الكرة تتخلص. الرحمن حلوة يا عبد الرحمن، لعب له الكرة لخيمينيز، عرضية خطيرة، المحاولة والآن ليما لعب له الكرة عرضية، محاولة أمام، يضغط الآن عبد الكريم، لعب له الكرة أمامية، محاولة إلى سفيان، رحيمي غير الاتجاه، لاعبي رحيمي، تمريرة حلوة هذه كاكو نقلة أمامية من كاكو، يحيى يلعب له الكرة لابا كوجو، لابا بتسديدة من لابا، المشاركات الخارجية، والكرة بتعود الآن، محاولة وصلت هذه إلى خيمينيز، تسديدة، يا سلام، يا عيني على الإمبراطور. كايو كانيدو يسجل الثاني ويتقدم الآن. فرقة الذهب تبحث فقط عن الانتصار، عن الفرحة. الوصل يصل مرة أخرى، الوصل يصل إلى شباك الزعيم بحثا عن الإنجاز، ذهاب وعودة، الانتصار في الذهاب، يبحثون عن تكراره في الأيام. لذلك الآن يضغط، يسجل الثاني كايو كاني، تمريرة طويلة في الأمام، لمسة إلى إيريك، طالت الكرة، محاولة عرضية بصناعته لهدف في الدقائق المقبلة. كرة منقولة الآن عرضية، محاولة بالراس خطيرة، لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمى في اللقطة وفي اللعبة الماضية. شوف الكرة العرضية والمحاولة في الرأسية، 15 هدف، الوصل أكثر من سجل أهدافا من كرات ثابتة، يا لها من أرقام. اللاعب كايو كانيدو، لمسة من أمام، محاولة وصلت هذه للابا، نقل عرضية، هنالك يتأخر حتى بهدفين. وفي هذه المباراة الوصل هذا الموسم، تمريرة أمامية، محاولة وصلت هذه خطيرة، حلوة اللعبة، حاول فيها، خلصها من أمامه، عادت مرة أخرى، تمريرة في الجهة اليسرى إلى سفيان، رحيمي حاول، لكن هناك الصافرة، وخطأ على اللاعب الكوري الجنوبي، هذا سفيان وشبيهه كاكو، بجانب كاكو 21 وصاحب القميص رقم 10 في الأمام، محاولة خلف المدافعين، وصلت أمامية، لكن أيضا الكرة تتخلص، هذه خطيرة المحاولة، لكن الكرة بتعدي إلى ركلة ركنية، السيونغ بيخلصها، الكوري رايع بعدها وخلصها بخطأ اللاعب كوامي في اللعبة الأخيرة. حكم لمسة ومحاولة، تمريرة حلوة هذه لبيريز بتسديدة، خالد عيسى طويلة أمامية، عادت إيريك يستلمها، إيريك لعب الكرة أمامية إلى سفيان والمحاولة نقلها عرضية، عادها إلى ركلة ركنية اللي متوقع أن يكون في ملعب النصر، والانتقال في مشهد كرنفالي من نادي النصر إلى نود الآن. محاولة لمسة لوسط الملعب، عادت مرة أخرى لسفيان رحيمي، وجاءت هذا اللاعب اللي عنده الكرة الآن مسجل 6، هذه تمريرة أمامية، محاولة إلى ليما، يا عيني يا ليما، يا حبيبي يا ليما، الإمبراطور بالثلاثة، كايو كانيدو اللي لعب الكرة إلى ليما، مدير السعادة، رجل السعادة الأول في الكيان الوصلاوي في أرضية الملعب، فعلها ليما، سجل ليما، يحتفل ليما بثلاثية في شباك العين. ليما يضرب يحيى إلى إيريك بتمريرة في الجهة اليسرى إلى سفيان بتمريرة إلى سلمون الأمام، لكن أيضا الكرة فيها إبعاد، غضب سفيان رحيمي في اللقطة الماضية غير صنع وسجل. ليما بتسديدة، ليما، يا سلام يا ليما، هذا هو اللاعب غوسيان كواديو، شوف الكرة شالها خالد عيسى، عادت مرة أخرى، محاولة عرضية عالية، المحاولة بالراس خطيرة، لكن غوسيان
نغوسيان لعب له كرة أمامية، الكرة فيها تدخل جنعير، وحكم المباراة اتخذ القرار وبطاقة حمراء محتملة. الآن بطاقة صفراء تظهر على اللاعب سفيان رحيم، بطاقة صفراء عن عبد الكريم، ويشير البطاقة الحمراء بوجه اللاعب الصغير عبد الكرة العرضية. نهاية شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الأول بثلاثية للإمبراطور الوصلاوي، تمكن قائمة نادي الوصل، بينما نادي العين أجرى تغييرين. الكرة ملعوبة الآن، محاولة تمريرة لكن قبل كرة طويلة لإيريك، إيريك نزلها حلوة، تسديدة والمحاولة بالراس، عادت المتابعة فيها أيضا تنتظر المشاركة من الملعب. كرة تعود الآن، محاولة تسديدة لكن حارس ذلك النهائي اللي جمع العين مع نادي يوكوهاما جاهزية كاملة لهقلة بلاسيوس. لعيب يا بلاسيوس، يا سلام، تمريرة، محاولة خطيرة لكن الكرة تتخلص. الساحر الأرجنتيني بمهارة كبيرة. شوف اللقطة، واحدة أخذ له واحدة سيونغ في اللقطة الماضية أخذ له واحدة ما بين الأقدام. الكرة ضاعت، عادت مرة أخرى، تمريرة إلى إيريك والكرة العرضية العالية بالراس على يلعب الكرة لبيريز لمالك جنعير، تمريرة في وسط الملعب لكن ايضا نقله خاطئه، اتجاه لمسه ممتازه الى خيمينيز، خيمي والمحاوله الان، خيمي ونقله الى عبد الرحمن صالح، الكره العرض بندر بتسديده لكن حارس المرمى لا يجد اي صعوبه في اللقطه الماضيه. كايو لمسه حلوه الى خيمينيز بتمريره الى ليما يا عيني. هذه الكرة الماضية، وليما طبعا زميل ليما مضغوط عليه، تمريرة حلوة من ليما، الكرة الخطيرة كايو، يا سلام على رباعيات الوصل. الذكرى الأخيرة كانت 4 والوصل مع أروعة. المتعة تظهر الآن، ورباعية وصلاوية تحت أنظار جماهير الإمبراطور، يحتفلون بطريقتهم الخاصة. كايو كانيدو صاحب 7 أهداف في هذا الموسم، البديل الناجح اليوم دفع به المدرب كأساسي بهذه الليلة مع اللاعب سفيان رحيم على ما يبدو في اللقطة الماضية. محاولة الآن، إيريك مضغوط عليه، إيريك أيضا محاولة لكن أيضا سيونغ، كايو وفرصة الخامس، كايو ونقلة إلى ليما، تسديدة لكن حارس المرمى شالها، والهاجن شالها على مرتين في اللقطة الماضية، أبعد الكرة الأولى وأبعدها مرة. اللاعب كاكو نقلها عرضية عالية، المحاولة بالراس خطيرة، المتابعة وتسديدة وهدف التقليص. بارك يسجل الآن هدف التقليص لمصلحة نادي العين، هدف التقليص في شوط المباراة الثاني. يسجل اللاعب بارك أول أهداف اللاعب يونغو بارك، يسجل أول أهداف اللاعب الكوري الجنوبي في شباك نادي الوصل، وأول أهدافه في هذا الموسم مع نادي العين. بارك وصلت الكرة على طبق من ذهب، تابعها بالشباك بعد أسئلة عالية من كاكو، الرأسية لم تأتي، عادت إلى سفيان سقط، حكم مرة. وهذه اللقطة، وهنا سفيان حاول أن يمر، هل كان هنالك اعتراض في اللقطة الماضية يستدعي ركلة الجزاء؟ بارك يحاول فيها، بارك لعب الكرة في الجهة اليسرى إلى سفيان رحيمي، والمحاولة رحيمي والانطلاقة رحيمي الكرة طالت عليه، بيريز بيخلص، بارك يلعب الكرة الآن لعب بلاسيوس بتمريرة لسفيان رحيمي، سفيان يعود بالكرة إلى الخلف، نقلة للاعب إيريك، لذلك مرات عديدة سفيان سددها لكن الكرة تتخلص، والمحاولة مرت إلى رمية التماس. إيريك يلعب كرة إلى سفيان رحيمي بعودة لبندر، بندر بتسديدة عادت إلى سفيان سددها، يا عيني يا سفيان، يا سلام يا سفيان، سجل هدف التقليص سفيان رحيمي، قاسي مرة أخرى في البطولة المحلية. سفيان رحيمي يسجل
هدفه الأول في هذه المباراة وثامن أهدافه، ثامن أهدافه. رجل القارة الأول، رجل القارة الأول، هذا من ساهم بزعامة آسيا مع نادي العين. رجل القارة الأول سفيان يسجل الآن.